السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض هنعمل الترند الجديد، هنعمل كشري بلبن. هنعمله بطريقة بسيطة جدا وسهلة، حاجات كتير مش مكلفة خالص، حاجات كلها على قد ايدينا. مش هنشتري صوصات اللي هي الصوصات الغالية اللي هتكلفنا كتير، لا هنعمل كل حاجة في البيت وهيطلع معاكي نتيجته اللهم بارك. وانتوا شايفين طبعا شكله هيطلع معاكي كمان بكمية حلوة جدا. بس اتمنى بقى ان انتوا ما تنسونيش في اللايك لو عجبكم الفيديو، تنيكم معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل حاجة في الفيديو. ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون بسيط وسهل ليكم. شايفين الكمية بتاعته؟ العلبة كبيرة جدا، ممكن تصغري او تكبري براحتك، حب زي ما انت عايزة. طعمه اللهم بارك. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة يا جماعة سهلة جدا وبسيطة. بجد العلبة بتتباع غالية قوي، مش عارفة ليه، مع ان هي كلها حاجات بسيطة ومتاحة في قلب البيت. كمان لو انت حابة تعمليها كفكرة مشروع وتبدأي بيه هيديكي نتيجة حلوة جدا، وهيطلع معاكي كمية كويسة جدا جدا. وان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط من اول مره، ما فيهوش اي افتكاسات خالص، كلها حاجات بسيطه وشايفين كميته. ممكن بقى تصغري تكبري براحتك. يلا بقى بينا نصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه معايا دي لفه جلاش، وزنها تقريبا 200 جرام. لو انت عندك لفه من اللي هي الكبيره خدي نصها. هنبتدي نقطعها شرايح رفيعه كده. ما تحاوليش انك تقطعيها صغير قوي لان هي بعد ما بتتحمر بتتكسر لوحدها. تمام، شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب معانا صينية او صاج زي اي حاجة متاحة عندك. انا دلوقتي مشغلة الفرن من قبل ما اشتغل خالص. هحطها في قلب الصينية من غير اي حاجة كده، وهنزل عليها بمعلقتين اتنين سكر بودر. المعلقة دي كبيرة فدول بمقام معلقتين اتنين كبار. وهنزل عليها كمان بمعلقتين سمنة، ويا ريت تكون سمنة بلدي علشان نوعية السمنة بتفرق في الطعم يا جماعة. هنزل عليها بمعلقتين اتنين سمنة كده، وابتدي بقى بايدي ادمج الجلاش مع السكر بالسمنة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وزي ما اتفقنا ان الفرن بتاعنا سخن علشان ندخل الصينية بتاعت الجلاش فيه على طول. شايفين كده؟ ممكن نستغنى عن الخطوة دي لو انت عندك ملفي او كرواسون بايت تعملي بيها، هيديكي برضو تست حلو ونتيجة كويسة جدا. انا هنا كنت فردت الجلاش بتاعي كله زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وهدخله بقى على الفرن واسيبه بقى واشتغل في حاجة تانية. معايا 200 جرام كنافة زي ما انتوا شايفين كده، دي كانت كنافة مفرزة، هي كانت قطعة عندي في الفريزر. 200 جرام بالظبط. هبتدي ان انا افركها بايدي كده كويس جدا وهي مفرزه، ما تسيبيهاش لحد ما تفك. مفرزه معاكي جامد، ممكن تديها ضربتين في الكبه هتفك معاكي على طول، بس هي بصراحه ما بتبقاش مستاهله. تمام كده، هننزل عليها بمعلقتين اتنين كبار سكر بودر. وهنبتدي نقلب الكنافه في السكر بايدك عادي خالص. شايفين الكنافه بتاعتي ناعمه ازاي؟ اهم حاجه ان الكنافه بتاعتك تبقى ناعمه بالطريقه دي علشان لما تيجي تحمصيها تديكي تست حلو او نتيجه حلوه. تمام. معايا بقى في صينيه هحط فيها معلقتين اتنين كبار سمنه، وممكن تخلطي سمنه بزيت بس يا ريت الزيت يكون من غير ريحه. انا هنا كنت حطاهم على البوتاجاز هيسخنوا كويس جدا. هنزل عليهم بالكنافه اللي انا فرطتها، وفي الوقت ده مش هشيل ايدي من الكنافه خالص. ادام حطيتها على البوتاجاز هفضل اقلبها لحد ما تحمر. تمام. هي مش هتاخد منك اي وقت خالص، بس لازم ان انت تفضلي واقفه قدامها وتقلبيها لان هي بتحمر بسرعه جدا. تمام. اما بالنسبه للجلاش فهو في الفرن كل شويه كده هتشدي الصاج تديله تقليبه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي وتدخلوها تاني. ما تنسوهوش يا جماعه لانه برده ما بياخدش وقت. تعالوا بقى بينا هنا نبدأ بالمكون التاني. معايا كوباية رز عادية خالص، ده رز مصري عادي خالص. تمام. هاخدها اغسلها كوباية واحدة بس. وهنزل عليها بثلاث كوبايات مية بنفس الكوباية بتاعة الرز، يعني كوباية الرز عليها 3 كوبايات مية. وهرفعها على النار وهسيبها تستوي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، مش هتاخد منك اي وقت خالص. كوباية رز عليها 3 كوبايات مية. معايا 3 كوبايات حليب. بعد ما الرز استوى واتأكدت ان هو استوى هنزل عليه ب3 كوبايات حليب. الحليب ساقع مش مغلي يا جماعة. دول 3 كوبايات، وهستنى بقى لحد ما الحليب بتاعي يغلي في قلب الرز كويس. كده كان الرز بتاعي خلاص غلي. هنزل عليه بكوباية سكر كبيرة بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها الرز. وهنزل عليه كمان بباكيتين 2 فانيليا، ممكن تستخدمي فانيليا سايلة لو انت حابة. وهبتدي بقى اقلبه كويس كده لحد ما يبتدي يتقل معايا. هنا كان خلاص الرز غلي وابتدى يتقل معايا. هنزل عليه كمان معايا ربع كوباية مية. دي ربع كوباية مية حطيت عليها معلقة نشا بس عشان انا عايزة قوام الرز بتاعي تقيل شوية. وهنزل عليها كده بخيط رفيع وابتدي ان انا اقلب لحد السمك اللي انت تحبيه او تفضليه. شايفين شكله بالطريقة دي؟ اول ما هيغلي هيتقل معاكي ويربط على طول، ما بياخدش منك اي وقت. هنا كان خلاص الرز تقريبا جمد معايا، مش عايزه منه اكتر من كده. هسيبه بقى يهدى شويه وبعد كده اعبيه في قلب. هنحط قد ايه في العلبه؟ هنحط تقريبا ربعها. لو انت حابه تزودي او تقللي دي حاجه رجعلك. كميه الرز بلبن دي هتطلع معاكي قد ايه؟ هتطلع معاكي 13 علبه. بالحجم اللي انتوا شايفينه ده حجم العلبه كبير ما هو صغير خالص. نيجي بقى للديسك التاني اللي هو ديسك.
اهم حاجه نتاكد ان كل المكونات بتاعتنا بردت تماما. ادي الكنافه بتاعتنا، شايفين شكلها اللهم بارك. لون الكنافه ده راجع لايه يا جماعه؟ ان هي طول ما هي على البوتاجاز انت ما تشيليش ايديكي منها خالص عشان يديكي اللون الموحد اللي انت شايفاه ده. شايفين شكلها اللهم بارك تحفه. هنحط قد ايه؟ حطي الكميه اللي تعجبك واللي انت تفضليها خالص، حابه تقللي تزودي حاجه راجعه لك. تمام كده؟ شايفين شكلها اللهم بارك تحفه يا جماعه. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه دي. تعالوا بقى معانا هنا للصوص ده. ده صوص ايه ده؟ المفروض ان احنا نحط كريم شانتيه وكريمه لباني والكلام ده، لا احنا هنقتصد خالص. عملنا ايه؟ كوبايتين 2 حليب عليهم معلقه ونص نشا. حابه تحطي قشطه براحتك، مش هنحط سكر خالص، كفايه السكر اللي في التحليه بتاعتنا. وهنبتدي اول ما يغلوا على البوتاجاز، يغلوا بس منك وتطفي عليهم على طول، علشان احنا عايزين الصوص بتاعنا سايل بالطريقه دي. وهنبتدي ندي طبقه رقيقه كده في العلب بتاعتنا بالطريقه اللي انتوا شايفينها. شايفين كده شكلها؟ اظن بسيطه وسهله جدا. وزي ما قلت لكم، لو انت حابه تحطي كريم شانتيه براحتك، حابه تحطي كريمه لباني براحتك، اللي متاح لك واللي تفضليه حطيه. حابه تستغني عنها خالص برضو براحتك. انا هنا معايا فراوله مقطعه، حابه برضو تغيري في الفاكهه براحتك. انا هنا معايا فراوله مقطعاها حتت صغيره كده، هبتدي انزل بيها على العلب بتاعتي كلها. الكميه برضو تبع ذوقك وتبع تفضيلك انت، دي حاجه راجعه لك. ممكن تستخدمي رمان، ممكن تستخدمي مكسرات، ممكن تحطي موز، اللي متاح لك اشتغلي بيه. شايفين شكلها كده؟ معايا برضو كمان قطع مانجا هنزل بيها كده. دي على فكره كانت مانجا مفرزه، لو انت عندك مانجا عاديه بحطها كده في الفريزر مكعبات وبطلعها بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرص بقى الكوبايات بتاعتي بالطريقه دي. سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد منك أي وقت. أتمنى بس انتوا تجربوها بالطريقة دي وإن شاء الله تطلع معاكم ناجحة من أول مرة. شايفين شكلها تحفة يا جماعة، وطعمها كان اللهم بارك. اللي وصل بقى معانا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا بقى بينا اما نحط البصل أو الورد بتاع الكشري. ده الجلاش اللي احنا حمصناه في الفرن، شايفين شكله ولونه تحفة. هبتدي بقى أنزل بيه طبقة بسيطة كده. حابة تكتري مش هيخسر يعني، مش هيقولك لأ. حطي الكمية اللي انت تحبيها والكمية اللي انت تفضليها تبع ذوق وافراد اسرتك، زي ما يحبوا حطي اللي انت تفضليه ويريحك حطي. دي كانت عبوة بسكوت اوريو. حط دقتها دقة بسيطة كده، كسريها يعني اللي هو زي العدس بجبة يعني. وهبتدي انزل بيها على العبوات بتاعتي، شايفين بالشكل ده. حابة تستغني عنها براحتك خالص، ممكن على فكرة كمان تحطي شوكولاتة شيبس لو موجودة. وهبتدي انزل كمان بشوية صوص من اللي احنا كنا حطيناه على الكنافة بالطريقة دي. وزي ما قلت لك ممكن تستخدمي كريم شانتيه لو متاح، لو مش حابه حطي زي اللي انا اشتغلت بيه ده. ده باكت كريم كراميل من اللي هو بيجي في عبوات الكريم كراميل الجاهزه دي، كان عندي فقلت ان انا استخدمه. برضو لو مش موجود ما تأيديش نفسك باي حاجه. وهبتدي انزل عليه بخيوط رفيعه كده. وهنا كنت خلصت شكل العلب بتاعتي كلها، شايفين شكلها اللهم بارك تحفه يا جماعه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، وان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم لو جربتوها. بس لو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الكميه دي طلعت معايا قد ايه؟ طلعت معايا 13 علبه. بس الحجم بتاعها كبير، انصحك ان انت تصغري العلبه. تمام كده؟ لان العلبه دي كبيره على شخص واحد ان هو ممكن ياكلها. فانت صغريها كمان هتفرق معاكي في العدد كتير. خدنا قد ايه؟ خدنا الكوبايه الرز، خدنا ربع كيلو 200 جرام جلاش، وخدنا كمان 200 جرام كنافة. طلعت معانا الكمية دي. خدت قد ايه فراولة؟ خدت تقريبا ربع كيلو فراولة، نص كيلو مانجا، كانت مانجاية كبيرة. طلعت معانا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. طعم وشكل بجد يا جماعة، والله الوصفة حلوة جدا جدا وتستاهل التجربة. العلبة دي بتتباع في لبن ب65 ل75 على حسب انت ما هتطلبي العلبة قد ايه. احنا عملناهم في البيت كلهم، التكلفة بتاعتهم بسيطة جدا. حتى لو كلفتي مش هتكلفي نفس تكلفة العلبة اللي انت هتشتريها. وطعمها تحفة يا جماعة، وان شاء الله هتشرفك قدام اسرتك وقدام لو عندك ضيوف ولا حاجة، هتطلع معاكي من اول مرة. اللهم بارك تحفة. اتمنى بقى ان لو وصفتي عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك حلو زيكم كده، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله الوصفة تكون بسيطة وسهلة ليكم. وادي الكمية بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على خير. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين.